كلشي شاف الخرجة ديال الحاج اللي هو الأب ديال أيوب البجاتيفي، اللي هو كيف ما كيقولوا العم ديال خوسي فينا. كلشي شاف الخرجة ديالو واشنو قال كلمة اللي غتبقى محسوبة لي في الميزان ديالو. قال هادشي ابتلاء اللي كنعيشوه، هادشي ابتلاء. بزاف الناس اللي خرجوا ولاموه، قالك على انه سمح في دمه وسمح في عائلته وخلى نسابو كيقرضوا ليه في عائلته وفي خوتو. وكاين اللي قال العكس، على انه وقف مع الحق، وقف مع واحد الكلمه ديال الحق، لان السيده اللي هي خوسيفينا شرشمات ليه عائله مراتو وبهدلاتهم وفضحاتهم ودارت لهم شي حوايج اللي ما كاينش. وكلشي شاف الخرج ديال ايوب اللي قال لك بانها هي ما كتحترمش وما مربياش وبزاف ديال الحوايج، وكان كيبكي. شي قال على ايوب انه مظلوم وانه فعلا فرقع الرمانه وقال الحق، شي كيقول بانهم دموع التماسيح. كل واحد واشنو كيقول. يعني هنا حتى واحد ما كنتحكموا فيه وفي الطريقه باش كيشوف الشخص الاخر، لان كيف ما قلت لكم شحال هذه، اليوتيوب مجرد لعبه. اليوتيوب مجرد لعبه، وكاين اللي كيعرف يتقنها. اللي كيضرني في خاطري انا هو ان بعض القنوات منهم صحاب محبوبه، منهم بزاف كيخرجوا الاسرار، كيخرجوا الفضائح، كيخرجوا ما كنقصدش محبوبه بالضبط، مجموعه من القنوات. هادشي عشناه منذ سنين في هذا المجال هذا. كيخرجوا الفضائح ديالهم، كيخرجوا اسرارهم باش كيتاجروا بها، باش كيديروا بها الادسنس. وفي اخر المطاف كيجيو كيلوموا القنوات المنتقده. القنوات المنتقده كون ما وصلتهمش معلومه من عندكم ما غاديش يخرجوا يهضروا. ومن هنا غنبداو الخيط. يونس يونس اللي شي كيسميه كيف ما قلت لكم سابقا، شي كيسميه المخسور، شي كيسميه المعتوق، شي كيسميه المهبول، كل واحد اش كيسميوه. دار اكبر خطا، وغادي نقولها لكم وما كيهمنيش في قول الحق لو متلائم. هو كانت عنده النيه على انه يبرأ اختو، على انه يرد الاعتبار لاختو. ولكن ما خداش الوقت باش يفكر، ما خداش الوقت الكافي باش يفكر. وكنتمنى خوتي انكم تجاوبوني في التعاليق. ما خداش الوقت الكافي انه يريح مع راسو ويتشاور مع الناس. هذا اللايف اللي غادي ندير انا وغادي نهضر فيه على العرض ديال اختي، وغادي نبرأ، او الهدف ديال انني نبرأها امام الملأ، واش صائب او غير صائب. والدكا عليه حتى هو ونتشاور معاه ونشوف علاش. حيت كاين اللي ما كانش عارف القصه، حيت خوسي فينا ما كيشوفوهاش بزاف ديال الناس، او الالاف المؤلفه بحال اللي عند قناه مربوحه. لا، حتى القنوات ما كيشوفوهاش بزاف. كاين قنوات اللي ما كيعرفوهاش كاع. ولكن يونس فاش دار داك اللايف بديك الطريقه، وانا بقى فيا، ونعاود ناكد عليكم بقى فيا، انا ما كنلوموش على اللايف، لا. هو كان الهدف ديالو نبيل، انه يبرأ اختو. وكيف ما قلنا لكم كاين حالات طبيه كثيره كتبين على ان هذا المرض هذا كاين، وهذا الشيء هذا كاين. وكاين الام، كاين الام كيف ما كنقولوا باللغه الدارجه ديالنا، اللي كتثقف بنتها، كتخاف عليها، اللي يضحك عليها شي واحد، كتخاف عليها اللي يوقع لها شي حوايج، كدير بنتها بحال هكا حتى كتبغي تزوج وكتقاد لها داك الشيء. هادشي حنا كنسمعوه، ما كنعرفوش ليه ولكن كنسمعوه. كاين اللي مرض من عند الله، طبيب يعني انسان داكشي طبي، كاين بزاف ديال الحوايج. ولكن يونس هاد الشيء اللي دار ما كانش مدروس. حيت كان مدروس ما غيطيحش في هاد الخريطه. علاش؟ لان حتى الناس اللي ما كانوش عارفين ومنهم قنوات خرجوا كيهضروا. كلشي خرج كيهضر، اخبار مسربه، حقائق صادمه. هذه هي حتى حاجه ما كاينه. كل واحد كيحط من جنابه وكيجبد. الحقيقه الوحيده اللي كاينه هو ديك السيده تاجر بها بزاف في الادسنس. وكنت كنقول لكم شحال هادي، ها هي خوسي فين دابا هي 4 ايام ما كتبانش في اليوتيوب، ما كتبانش. شي كيقول هربانه، شي كيقول مريضه، كل واحد واشنو كيقول. وتذكروا الفيديو اللي كنت قلت لكم دابا شي 5 ايام او 6 ايام، الوقت اللي كان دار يونس لايف، قلت لكم، قلت لكم اليوتيوب راه صعيب، واللي بغاها كلها راه كيخليها كلها. وكنت كنقول لكم بان داكشي كامل اللي كيجمعوه في الادسنس وفي الكذوب وفي الاسرار وداكشي غادي يحطوه عام وحامون وتفريغات. حنا وقفنا على هاد الهضره، كونوا على يقين.
لأن الإنسان فاش تكون عنده شكايات ويبقى طالع هابط طالع هابط، ما ساهلاش أخوتي عزاز، والله ما ساهلة. أنا ما كنلومش هاد البنية هاد خوسيفينا، ما كنلومهاش، حيت الحقيقة كيعلمها الله عز وجل أشنو بينها وما بين عمها وبنات عمها والعائلة، ما كنعرفش داكشي اللي كاين. هي كتقول، البهجة كيقول، الحاج كيقول، مربوحة كيقولوا، محبوبة كيقولوا. المهم في هادشي كامل هو أنه تضرب العار ديال واحد السيدة. هذا هو اللي فهمت في هاد القصة كامل، واللي فهمو لينا يونس. علاش؟ حيت حنا عينا بمشاكل ديال الناس وعينا بالاسرار ديال الناس. علاش؟ لانهم هما كيتعمدوا يخرجوا اسرارهم، هما كيتعمدوا يخرجوا فضائحهم، هما كيتعمدوا يسربوا بعض المعلومات. علاش؟ باش يخليو القنوات يخرجوا يهضروا عليهم ويخرجوا يجاوبوا. كيبقى المتتبع متعطش لمن دوك الناس المعنيين بالامر باش يخرجوا يقولوا شي كلمه باش الناس يسمعوهم من عندهم، وهذا هو الهدف ديالهم. وهادشي شفناه بزاف، ولا سمح اللي اول واحد بدا في هادشي نتوما كتعرفوا شكون. لا سمح اليوم، لانهم بحال تقول عطاو واحد الموضوع على طبق من ذهب للقنوات، واي واحد باغي يدير لاباس وباغي يدير الفلوس عطاو الطريقه. خرج فضح امك، خرج فضح اختك، خرج فضح مراتك، خرج فضح باك، غدير الفلوس وغدير المشاهدات. شفنا بزاف الناس داروا هاد القضيه ومشاو على المنوال ديالهم، وكاين اللي خسر كرامته، كاين اللي خسرت الحياه ديالها. نقطه باش نركزوا لكم عليها، والله العظيم ثم والله العظيم ثم والله العظيم، هادشي اللي كتشوفوه في المواقع لا علاقه له بالواقع، كاينش حتى علاقه بالواقع. قنوات كيمثلوا السعاده، كيمثلوا الحب، كيمثلوا الحياه الجميله على المتتبع. وهادشي راه ما كاينش، والله ما كاين. اغلب القنوات اللي كانت كتخرج هي وراجلها وكيبينوا انهم سعداء وانهم فرحانين، كنشوفهم حاليا كلهم في حاله طلاق، كلهم في حاله طلاق، كلهم. كاع اللي كيمثل السعاده على المتتبع حاليا كنشوف في حاله الطلاق. علاش؟ لان لا يصح الا الصحيح، والبيوت اسرار، البيوت اسرار. وملي كتخرج على هذا السياق هذا كتلقى الجزاء ديالك. خوتي العزاز، كيف ما قلت لكم، الحاج خرج وقال لكم بان هذا الشيء ابتلاء، وبزاف الناس اللي لاموه، شي جا منه وشي دافع عليه وشي لام الخرجه ديالو، او لام على انه ما دافعش على بنت خوه. وكل واحد شنو كيقول. الناس كيلوموا فتاح، وحتى انا من الناس اللي كيلوموا فتاح هو الاخ ديال يونس، اللي ربما هو سبب هذه المشاكل، لانه كيخرج الخرجات ديالو غير موفقه. حتى في الموضوع ديال سميره سابقا كان هو السبب، لانه هو اللي كان كيأجج الموضوع. يعني كنتمنى على انه يراجع الاوراق ديالو حتى هو، كنتمنى على انه حتى هو يعرف شنو كيقول، حتى هو يعرف اشنو كيخرج من اللسان ديالو. لان سمعت بزاف الناس كيقول بانه ضرب في الشرف ديال المغربيات وبزاف ديال الحوايج. فلهذا كنتمنى على انه يراجع الاوراق ديالو، وكنتمنى على انه الاب باقي الدور امي حاده، وحتى يونس يدويو معاه. الا كانت السوشيال ميديا ما كيعرفش ليها يبعد منها، انا ماشي ضده، بالعكس كنتمنى على ان الخرجه ديالو تكون موفقه فقط، ويعرف شنو كيقول وشنو كيخرج من اللسان ديالو، باش ما تكونش متابعات، وباش ديك العائله تبقى عايشه في هناء. يعني حيت ديك العائله المربوحه بزاف ولاو كينتقدوها بسبب فتاح. هادشي كلشي كيقولوا. خوتي العزاز، حتى هنا غيكون الفيديو سالا. كنتمنى انكم تفهموا الموضوع، تفهموا الرساله، تفهموا الميساج اللي بغيت نوضح لكم. راه لا يصح الا الصحيح. وما تجيوش نتوما تخرجوا اسراركم وفضائحكم، وفي اخر المطاف تلوموا الناس اللي كينتقدوكم. فحاولوا نتوما تصحوا من الاخطاء ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.